سعاد حسني ولدت في حي بولاق بالقاهرة في اليوم 25 من يناير سنة 1938، وكانت الطفلة العاشرة في أسرة كبيرة عدد أفرادها 17 شقيقا وشقيقة، وكان والدها محمد حسني البابا خطاطا معروفا أحب الفنون وأتقن الحروف والزخارف، وكانت أمها جوهرة امرأة بسيطة من أصول ريفية تحمل طيب القلب وحسن الطبع، ولكنهما افترقا وسعاد صغيرة فتربت بين الحنان والخلاف والأحلام التي كانت أكبر من سنها. منذ صغرها أحبت الغناء والرقص والتمثيل، وكانت تقلد النجوم وتغني أمام المرآة وتضحك ببراءة تسحر كل من يراها، حتى كان القدر على موعد معها حين رأى الفنان عبد الرحمن الخميسي وانبهر بموهبتها وقدمها للمخرج هنري بركات، فاختارها لدور نعيمة في فيلم حسن ونعيمة، وكان ذلك البداية الحقيقية لسندريلا الشاشة العربية. منذ ذلك اليوم وأصبحت سعاد نجمة تسطع في سماء السينما بخفة روحها وصدق تمثيلها وملامحها البريئة التي تجمع بين الطفولة والأنوثة. قدمت أفلاما خالدة مثل الزوجة الثانية واللص والكلاب وغرام في الكرنك وصغيرة على الحب، وبلغت القمة في فيلم خلي بالك من زوزو الذي جعلها أيقونة الجيل وملكة القلوب. كان حولها دائما أصدقاء كثيرون، وأقربهم الشاعر صلاح جاهين الذي كان لها أبا روحيا وصديقا وملجأ وسندا في أيام ضعفها وأزماتها، وقيل إن سعاد كانت تفرغ له ما بداخلها من حزن وخوف وأحلام، وإنه كان يكتب لها كلمات تشبهها كأنه يرى فيها بنته التي لم يلدها. أما عن حياتها الخاصة فقد كانت مليئة بالأسرار والغموض والشائعات. قيل إنها تزوجت سررا من الفنان عبد الحليم حافظ، وأنهما عاشا قصة حب كبيرة لم يعلن عنها رسميا، ورفض كلاهما الحديث عنها، وبعضهم أكد أنها كانت صداقة معقدة بين الحب والمعاناة والغيرة والغناء. تزوجت بعد ذلك أكثر من مرة، منها من المصور صلاح كريم ثم المخرج علي بدرخان الذي كان من أكثر من أحبوها بصدق، وعاش معها سنين من الحب والعمل الفني قبل أن يفترقا بهدوء واحترام، وبقي يدافع عنها بعد فراقهما. ولكن الحياة لم تكن رحيمة بها في آخر أعوامها، فقد أصيبت بآلام شديدة في الظهر وعانت من الاكتئاب، وزاد وزنها وفقدت بعضا من بريقها وانعزلت عن الناس، وسافرت إلى لندن للعلاج، وكانت تقيم في شقة صغيرة مع صديقتها نادية يسري. وفي اليوم 21 من يونيو سنة 1921 سقطت سعاد حسني من شرفة الشقة التي كانت تقيم فيها في لندن، وتوفيت فورا، وانتشر الخبر كالنار في الهشيم وصدم الجميع واختلط الحزن بالشك والذهول. قيل إنها انتحرت بعد مرض واكتئاب، وقيل بل دفعت من الشرفة، وقدمت الصحف الإنجليزية والمصرية تحليلات متناقضة، وفتح التحقيق ثم أغلق بعذر السقوط العرضي ولم تغلق الأسئلة في قلوب المحبين الذين رأوا في رحيلها غموضا لم يفسر إلى اليوم. ودفنت سعاد حسني في مقابر البساتين بعد أن عاد جثمانها إلى مصر، وشيعت في جنازة مهيبة بكى فيها الفنانون والجمهور، وظلت صورتها معلقة في ذاكرة الوطن تجسد الفن والبراءة والألم والغموض. وبعد رحيلها بسنوات ظل الجميع يسأل من قتل سعاد حسني، وهل كان موتها انتحارا أم اغتيالا، وفي كل مرة يبقى السؤال بلا جواب، وتبقى هي في القلوب سندريلا العرب التي أضاءت الشاشة وأطفأها القدر في صمت غامض لا ينس. هذه كانت حكاية سعاد حسني كما لم تروى من قبل، وستبقى روحها تردد في ذاكرتنا صوتها الدافئ وضحكتها التي لم تمت أبدا.
استنوني يا أجمل ناس في حكايات جديدة وأسرار أغرب من الخيال، وما تستغربش لأن كل حكاية فيها حقيقة مخفية وسر مش مكشوف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتسيبوا لي رأيكم في التعليق، وما تدخلوش بالإعجاب عشان الدعم منكم فرقه كبير معايا في قناتي هحكي وما تستغربش.